السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنكمل فيديو التفريزات. الكفته هنسوي كفته الحاتي. انا طلعتها وحطيت تحتها بصل وحبه زيت ورشيت عليه ملح وفلفل يعني بتاع ده وبابريكا، وهدخلها الفرن تستوي. دي كفته الحاتي اللي عملناها بالبرغل، فاكرينها في فيديو التفريزات. هنعمل جنبها مكرونه. سلقت المكرونه، مكرونه سباكيتي الملكه، سلقتها، غليت الميه وحطيت معلقه ملح كبيره ومعلقه زيت وسلقتها، وبعدين سيبت عليها الميه وصفتها، وعملت الصلصه بتاعت المكرونه. حطيت زيت، حطيت توم. انا بحبها بالثوم، ما بحبهاش بالبصل. عملتها بالثوم، وبعد كده حطيت الطماطم وحطيت صلصه ومعلقه سكر وحطيت ملح وفلفل، وهتتسبك وانزل فيها المكرونه واوريها لكم بعد كده. ادي الكفته اهي اتعملت ما شاء الله، شايفين جمالها؟ حلوه وطريه وجميله. بصوا سخنه بس مش قادره اقطعها لكم. وادي المكرونه الاسباجيتي، وادي المسقعه الجميله اللي تفتح النفس دي، بمعلقتين زيت بس عملتها، ولا قليت بازازه زيت ولا حاجه، صحيه وجميله وشهيه. ادي المكرونه والكفته، وده فطرنا اخر يوم في رمضان. اللهم يعيده علينا اعوام واعوام، وتقبله منا عملا متقبلا، امين يا رب العالمين. وكبرنا وبلغنا العيد. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الاكل الجميل ده؟ اكلة جميلة وخفيفة وسهلة وسريعة. اخر ايام بقى الواحد ايه بيعمل اكلات سريعة كده. يلا حط لايك واشتركي في قناة عائلة نهى 22 عشان يصلك كل جديد بنعمله.